السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناتي. اليوم حبيت ندير معكم مقروض خاص بالمشاريع. يعني نمد لكم فكرة وانتم يعني تقدروا تقدموه يعني للمشروع كما تقدروا تقدموه يعني لقهوة العشية. كما راكم تشوفوا يجي بزاف هايل، الطري يجي مشرب، ما فيش مقادير بزاف، ويعني وتقدروا تفتحوا به مشروع. دوك مع في الاخير نمد لكم مشعل البيع في العلبة. قبل ما نبداو نصلوا على الحبيب المصطفى عليه الف صلاة وسلام، ونبدا في طريقه التحضير. عندي هنايا كيلو نتاع سميد متوسط. انا خدمت هنايا للامانه خدمت بموله، يعني لكم الاختيار، بصح نتوما كنت تخدموا بالمشاريع تجوا تاع الميزان. هنايا عندنا مغرف نتاع السكر ما يعادل واحد 20 غرام في الكيلو، وعندكم ما يعادل ملعقه نتاع واحد 10 غرامات تاع ملح. حطيت السميد، حطيت معاه الملح، وحطينا معاه السكر عادي، وحطيت معاه لافاني. يعني هنا واش عندنا كاس نتاع ليدام. هذاك الكاس قسمته على اثنين باش يعني تلحق لكم المعلومه باكملها. درت لكم نص كاس سمن ذايب وبارد، زدت معاه نص كاس نتاع زيت. يعني الزيت علاش ما درتش؟ كاين اللي تقول لك ندير الزبده، تقدروا ديروا الزبده برك، بصح لو كان تخدموها مشاريع ما يشرح ماكمش راح تخرجوا فيها. ومام الزيت يجي خفيف بزاف على الزبده. يعني عندي نص كاس عفوا نص كاس نتاع سمن ذايب وبارد، زدت معاه نص كاس نتاع زيت. نبقى نخدم فيهم يعني حتى نتحصل على هذاك اللي دام يدخل لي كامل مليح يدخل لنا هذاك السميد. هنا عندنا نص كاس نتاع فارينه، تقدروا ديروه في الاول كما تقدروا ديروه دوكا يعني عادي. انا برك عاود خلط الميلونج تاعنا مع بعض، ونبقى دوكا نواسي فيه بيدي حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه، ولا يعني يدخل لي هذاك ليدام كامل مليح في السميد تاعنا كما راكم تشوفوا معايا دايما. وحبيت نطلب منكم ولا يعني يعني حبيت نطلب منكم الدعم بإذن الرحمن، يعني فضلا وليس أمرا. قناة تاعي على بالي غبت عليها بزاف، وكي غبت شوية كان يعني كان ما عنديش بزاف دعم، يعني حبيت تدعموني باش نزيد نشطار ونزيد نبدل لكم وصفات أكثر وأكثر. يعني هذا كما يقول لكم فضلا وليس امرا. هنا تقدروا ديروه ليله كامله هكا وتخلوه غدوه ملك تخدموه. تقدروا ديروا ساعتين ثلاثه تقدروا تخدموا به. نروحوا بالنسبه للغرس. عندنا هنايا في الكيلو عندكم واحد الرطل نتاع غرس. عندنا واحد الربع مغارف نتاع جنجلان. انا هنا ما درتش الجنجلان، درت الجوز مرحي. عندنا في الرطل عندكم 20 غرام نتاع سمن، وعندنا قرفه. هنايا برك انا كما قلت لكم هي المشاريع ديروا الجنجلان يكون محمص. انا درت الجوز كنت درتو ليا للدار. يعني ما يحبوش الجنجلان بزاف، صح يجي بزاف بني بالجنجلان، ما نتاع المشاريع لازم يكون الجنجلان. نخدم شوفوا كما راكم تشوفوا معايا، نخدم مليح هذاك الغرس تاعنا. وما من الغرس نخيروا احسن نوعيه، ونروح دوكا نشمخوا بالمازهر. هنا تحبوا ديروا الماء والمازهر، تحبوا ديروا مازهر وحده. انا درت ميلونج ما بين الماء والمازهر، ديت زوج مغارف ماء زوج مغارف مازهر وليت نخدم. يعني الماء وراح يشد لكم مده طويله، والمازهر لازم يكون فيه. يعني دائما انا خلطت، هنا درت الماء ودرت المازهر، درت ميلونج مع بعض وراني نطم فيه كما راكم تشوفوا معايا. دائما لازم تعجنوا الغرس تاعكم مليح، وفاني تروحوا تشرو يعني كيما الغرس تشرو نوعيه مليحه، يعني باش الذوق تاعهم يجيك شباب، يجيكم ما شاء الله. كما قلت لكم نبقى نعجن فيها. اللي حبت كيما نعاود نذكر لكم، اللي حبت العجينه تريح لها بلوس كثر، ولا تقدروا اصحاب المشاريع تعجنوا في عود ديروا كيلو، ديروا بزاف 3 كيلو ولا 4 كيلو ديروهم في يعني ديروها في ابواط وتغلقوها. كي نجو نستعملوا نجبد نشمخ ونخدم. شوفوا كيفاش كان الغرس تاعنا يجي بزاف طري. دوك انا رايحين نبداو في طريقه العمل ولا طريقه التشكيل. عندنا هذاك الغرس تاعنا. انا هنا خذيت هنا ديت نص كيلو مازهر ونص كيلو ماء. تقدروا ديروا اللي يحب المازهر بلوس يدير كميه قليله تاع الماء، والاخر يكملها بالمازهر. شوفوا نطم غير باطراف الاصابع تاعي حتى نتحصل على امبات كيما راكم تشوفوا معايا. تكون عجينه متماسكه وفي نفس الوقت مانيش نعجن فيها. يعني كي تعجنوها هي اللي راح واش يصرى لها، راح يعني تنعجن لكم يعني هذاك اليدام تاعنا يخرج بزاف.
كيما راكم تشوفوا معايا اني نلم فيها ونشوف مازال مازال يعني تخصها شويه ماء وما زهر. زدت لها شويه حتى تكون عجينه ما هي طريه، يعني ما هي جاريه، ما هي تكون ناشفه. نكمل معاكم كامل كيما راكم تشوفوا. شوفوا لاباط تجي بزاف هايله. انا هنايا عندي بابي كويسون. هذاك بابي كويسون تاعنا نبسطو ونروح نفتح العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا معايا بالحلال. نديرها على شكل على مستطيل، على شكل مستطيل باش نطويها. بابي كويسون يعاونكم احسن خمل بابي فيلم. بابي كويسون باش تقدروا تخدموا به. انا دوكا كيما راكم تشوفوا معايا نطويها ونعطي لها هذاك الشكل تاعها على شكل مستطيل. نحي الحواف، يعني دائما نحي الحواف، وفي نفس الوقت يعني راني نشكل نرقق في لاباط تاعنا. دائما لاباط تاعنا ندير على حساب واش راني حابه يعني نقطع. وهذاك الزوائد نقدر نزيد نعجن بهم عجينه واحده اخرى. كما راكم تشوفوا نحي الحواف كامل، يعني نبسطها مليح. ما تكونش العجينه ما تكونش خشينه، وما تكونش يعني ما تكونش رقيقه بزاف. كما راكم تشوفوا معايا نحيت انا كامل. شوفوا الحواف يعني كما راكم تشوفوا. نجيب يعني بابي كويسون اخر نروح نحلو فيه لافاكس تاعنا ولا الحشو تاعنا اللي هو الغرس. كما راكم تشوفوا نبسطو مليح، نحلو بالحلال يعاوني مليح الحلال. يعني نحلو باش نرفدو نحطو فوقها كما راكم تشوفوا معايا. يعني ما يكون خشين وما يكون واسمو تاعنا رقيق. دائما حنايا يجينا على حساب العجينه تاعنا. هنايا العجينه تاعنا يكون السمك تاعها واحد سنتيمتر. كما راكم تشوفوا نحلو بيا ونكمل نخدم به. يعني طريقه جد بسيطه. وهذيك الكميه تاع كيلو يخرج لكم واحد 25 حبه، 20 حبه، على حسب نتوما الكبره تاعكم. انا هنا كبرتهم شويه يعني درتهم للمنزل. بصح نتوما دائما كي تخدموا للمشاريع يعني تصغروا الحبه ماشي بزاف. هو اصلا يجي كبير، هذا المقروط يجي كبير. كما راكم تشوفوا نقص كامل الحواف تاعنا ونحطها نسويها ونحطها في قلابات تاعنا. يعني طريقة جد بسيطة. وحبيت دائما نبسط لكم الوصفات باش كامل يعني تلحقكم المعلومة. كما راكم تشوفوا دائما نقيسها على حسب العجينة، ما تكونش بزاف رقيقة وما تكونش خشينة. يعني هذه هي. والبابي كويسون كما قلت لكم يعاونكم احسن واحسن. خملي لو كان ديروها على البلان دو طرافاي تاعكم راح تلصق لكم. نروحوا دائما البابي كويسون. بابي كويسون بزاف يعاونكم. كما راكم تشوفوا دائما نذكر بلي النوعيه نتاع الغرس فاني تلعب دور كبير. والسميد ونعطيكم نصيحه. السميد ما تشروش يعني ما تشروش لاصحاب المشاريع ما يشروش بالكيلو بالباكيات. تروحوا تشرو بالميزان. الميزان راح تخرجوا احسن واحسن. وشفتوا باللي كاين واش تحبوا يعني في السميد بالميزان تلقاوهم. كما قلت لكم ما يكونش خشين، يكون متوسط. خدمت به انا كامل متوسط. هنايا نحط كما راكم تشوفوا. هنايا كما راكم تشوفوا لافاخس تاعنا دائما نقيسها باش تجيني قيس. يعني باش كي نرفدها تجيني قيس العجينه تاعنا ومن يعني متخسر ليش لاباط. دوكا هنا واش نديرو ندني لاباط تاعنا ندنيها ليا ونبدا نحط في الحشو تاعنا كما راكم تشوفوا. ها هي نروح نحطها. تحطوها يعني دائما تخلوا واحد شويه، واحد الربع، واحد 3 سنتيمتر ولا هكا باش نطوي العجينه على جهه باش نطويها من الفوق كما راكم تشوفوا. شوفوا بابي كويسون شحال يعاونكم وتفتح ما شاء الله. هذه نقولها لكم يعني احسن طريقه تخدموا بها هذا مقروط المشاريع. شوفوا انتم قد ما تنظموا يعني خدمتكم وقد ما يعني تسهلوا على رواحكم قد ما تجيكم متعه في الخدمه. هذه نعطيها لكم يعني قاعده. شوفوا نعاود الليسي مليح. هذيك الحشو تاعنا ولا الغرس تاعنا. ابخي واش ندير راني راح نرفد لاباط هذيك ونحطها فوق الحشو تاعنا
يعني وهذو الأطراف هو اللي رايحين نغلقوا بيهم. كيما راكم تشوفوا أشاك فوا راني نعاود نرجع ليها ونسويها. نرفد العجينة تاعنا بالبابي كويسون، نرفدها ونحطها فوق الحشو تاعنا. شوفوا دائما يبقى الفيد، هذاك الفيد نروح نرفد لاباط اللي بقات لي كيما راكم تشوفوا معايا. نرفد لاباط اللي بقات لنا ونطويها على نحطهم كيما راكم تشوفوا. في نفس الوقت راني نسوي فيها مليح. نعاود نرفد بابي كويسون هذاك ونعاود نحطه فوقها كيما راكم تشوفوا. يعني هو اللي بعدها نروح نقلب البودن تاعنا كيما راكم تشوفوا. نقلبوا مليح وراني في نفس الوقت راني نسوي فيها. ما تجي رقيقه ما تجي خشينه وتجي هايله يعني تجينا بخاتيك وتجيك مسويه. تجي كامل الاطراف يكونوا كامل كيف كيف، يعني الوتش ولا القاعده التحتانيه تجيكم كامل كيف كيف كيما راكم تشوفوا هنا. يعني يجيني البابي كويسون ساهل نحيه ويجيني مفينيه، تجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا معايا. كيما راكم تشوفوا معايا دوك نبدا نحي في البابي كويسون تاعنا. يعني نحيه ونبقى نعدل في لاباط ولا يعني في هذا الوسمو تاعنا في المقروط تاعنا هنايا. شوفوا كي تكون يعني على بابي كويسون يجيكم خدمتو تجيكم بزاف سهله كيما راكم تشوفوا. نسويه مليح بعدها نروح نديرلو الشكل اللي حباتو انايا. هنا انا راح نديرو له شكل يعني خفيف غير بالكوبات كيما راكم تشوفوا. نسويه مليح بعدها نروح نديرلو شكل غير بالكوبات. يعني نحن نعطيلو موتيف تقدروا هنايا. هي بزاف بزاف يخدموه بلا كوبات ولا يعني تخدميه بموس. ما عندكش كوبات تقدري تخدميه بموس كيما راكم تشوفوا هكا. نمشي كامل بيها نمشي على شكل واحد كما راكم تشوفوا. يعني حتى ما عنديش هذا نقدر نخدم بالموس، يعني ماشي شرط بالكوبات. نحطهم كامل كما راكم تشوفوا وفي نفس يعني في نفس الطريقة راني نخدم. هنايا نخدمه بطريقة جد بسيطة وجد سهلة ويعني كامل تقدروا عليه. بنتو يجي ما شاء الله وان شاء الله يكون باب رزق لاي وحده حابه تدير مشروع. يعني كما عطيت لكم هذه الطريقه تقدروا اي شكل اخر تقدروا تخدموا به. يعني هذا تقدروا ديروه غولي تقدروا ديروه بزاف يمشي يعني بزاف يمشي في المشاريع كما راكم تشوفوا. شوفوا اني واسيته كامل قطعته يعني على حسب واش خرج لي كما راكم تشوفوا. شفتوا باللي ما هو كبير ما هو صغير. تحبوا الطول تاعو تنقصوا فيه. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. يعني وهذيك لافاخس تاعنا ولا الحشو تاعنا يجي بزاف هايل. شوفوا كيفاش يجي بزاف هايل والبنه تاعو ما شاء الله ما نحكي لكمش عليها. كما قلت لكم الشكل اللي حبيتو تقدروا تخدموا به واي يعني اي شكل تقدروا ديروه. كما دوكا انا دائما في لافينال ولا في الاخر واش ندير نروح نسوي الحبه تاعنا باش نقدر نقليها. انا كنت دايره الزيت هنايا. راني نسوي فيهم كنت دايره الزيت في المقله. يعني يسخن لي الزيت على نار تكون متوسطه يعني ما تكونش النار قويه بزاف باش ما ينحرقناش. كيما راكم سخنا لنا الزيت انا حطيت المقله تاعي سخنا الزيت وكنبداو نقلو فيه كيما راكم تشوفوا. هنا نحط بالحبه ونبدا نقلي. يعني هنايا مام الزيت يعني ما تكونش كميه كبيره. وشوفوا حبيت نقول لكم يعني فكره باش الزيت تاعكم ما يدورش التمتم. واش ديروا تروحوا ديروا شويه تاع سمنه معاه. يعني اصحاب المشاريع على بالي بلي يكلف وماوش حاجه يعني كي تكون كونتيتي يعني راح ياكل الزيت. واش ديروا شويه تاع سمن معاه كمثال نقولوا في الريتله تروحوا ديروا واحد 15 غرام تاع سمن. يعني هذه دائما انا نديرها في مام حتى في يعني في ليسونسيال في المقروط تاع المقله. هذه اللي حبيت نقولها لكم. دوكا انا هنايا نبقى نواسي فيه. ها هي نواسي فيه مليح حتى ياخذ لا كويسون هذيك الدوغي باش نروح نقلبه كيما راكم تشوفوا. نخليه ينقلى غير بالعقل حتى ياخذ لا كويسون دوغي. انا هذا هو كنت حطيت العسل تاعي ما زدتلو حتى شي. يعني العسل تاعنا ما زدتلو حتى شي نحطوه
هنايا نحطو كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا لا كويسون اللي خضاها، يعني ما يكون دوغي بزاف وما يكونش مام هنايا متخلوش يجي بيض بزاف، لاخاطش هنايا ياخذ لا كويسون دوغي على جال كي راكم رايحين ديروه في لي بواط. يعني لازم يكون طاب مليح باش كي يكون خضر، يعني واش راح يدير، راح يعطي وراح بالخف حتى كاين اللي حتى يواسيلكم. كاين اللي حتى يطلق هذيك الزروقية تاعو. هنا لا، لازم ياخذ لا كويسون دوغي. هنا نكمل أنا كامل نقليهم بنفس الطريقة كيما قليت هاذو نقلي الآخرين نكملهم ونشوفوهم في طبق التقديم. هنايا بعد ما قليتهم عسلتهم جوست قبالة. قلت لكم هنايا ثمن البيع تاعو هذه لابواط راكم تحسبوها حتى ل45,000. ديروا 10 حبات ب45,000. كانت هذه هي النهاية تاعنا تاع الفيديو، إن شاء الله يكون عجبتكم الوصفة. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، جا طري، جا يذوب في الفم. جربوا هذه الوصفة تجي ما شاء الله. وإن شاء الله يكون باب خير عليكم، وإن شاء الله ديروه مشروع وتدعوا لي بدعاوي الخير. ودائما نقول لكم إن شاء الله نستنى دعمكم فضلا وليس أمرا، باش نزيد ننشط، وهذو اليامات اللي راني فيهم نزيد ننشط فيهم. بارك الله فيكم وفي رعاية الله.